هيا بنا نتجول في أفريكا هيلث إكسكوم والمؤتمر الخامس للصحة في أفريقيا. وعندما نبتدئ بجولتنا داخل أروقة هذا المؤتمر وأنا مع حضراتكم أتجول في العديد من العارضين، وعلى ما يبدو أنه ما تقوم به هيئة الرعاية الصحية من حرفية العرض أو التناول بهذه الطريقة الرائعة يؤكد على يعني تميز واحدة من هيئات التأمين الصحي الثلاث. ونحن في المرحلة الثانية وبداية المرحلة الثانية لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي بداية من محافظة المنيا بعد النجاح اللي تحقق من خلال المرحلة الأولى لمراحل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في المحافظات الست. ونحن نستكمل من خلال ثلاث هيئات: هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية. والتميز الذي تتواجد به هذه الهيئات ونحن نتجول معكم داخل أروقة المؤتمر أفريكا هيلث إكسكون نؤكد دوما أيها السادة والسادة على أن المريض المصري يستحق وفقا للمادة 18 من الدستور المصري التي تقر بأن يعني الدولة تلتزم بتقديم خدمات صحية مجودة وفق المادة 18 من الدستور المصري. عندما أتجول مع حضراتكم داخل أروقة المؤتمر أفريكا هيلث إكسكون، سواء كانت هيئة الرعاية الصحية التي أتواجد فيها و يعني حرفية العرض في هذه الهيئة المتميزة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى داخل أروقة المؤتمر ونجد يعني هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التي تحكم الأداء في التأمين الصحي بأنشطته المختلفة. وهنا هتلاقوا يعني سواء كان يعني دي تنمية وتنمية مصر، هتلاقوا هنا معانا هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بأنشطتها المختلفة. احنا معاكم داخل أروقة المؤتمر الخامس للصحة في افريقيا افريكا هيلث إكسكون. ايها السادة والسادة، نتجول مع حضراتكم داخل أروقة هذا المؤتمر المتميز، ولنا العديد من اللقاءات.